الثقة في النفس لازم تبقى واثق في نفسك. من غير الثقة هتدمر حياتك. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الثقة في النفس دي حاجة جامدة جدا، حاجة يعني كنز في حياتك. لازم تبقى واثق في نفسك. هتقول لي الثقة دي يعني مثلا انا مش خايف من حاجة؟ مفيش الكلام دوت. الثقة دي يعني إيه؟ انت بتعلمها، انت بتعلم نفسك، انت واثق في نفسك. انت مش كامل بس انت مكمل. يعني انت مكمل، يعني انت بتكمل نفسك بالتعليم بالمهارات، بتعلم نفسك يوم عن يوم. انت مثلا متوتر بس واثق في نفسك، هتعدي الموقف بسهولة. في شغلك مثلا في حاجة نسيتها بس انت واثق في نفسك، هتعلم نفسك الخطأ اللي انت عملته في شغلك. الثقة في النفس دي يا جدعان اهم حاجة في الدنيا. والثقة في النفس دي تبقى ثقة معقولة، ما تتحولش لزيادة قوي او قليلة قوي. لو زيادة قوي هتتحول لغرور، والغرور ده اصعب حاجة في الدنيا. انت لو انسان غرور يعني هتبقى انسان فاشل. الثقة في النفس دي ما تقارنش نفسك بالناس التانية. يعني ما تقارنش نفسك تقول واشمعنى ده عنده كذا واشمعنى ده عنده كذا. لا، بص على حياته، بص على نجاحه قصدي، وبعدين تطور من نفسك عشان توصل له وتعديه كمان. دي مش مقارنة ولا الكلام ده. مش مقارنة سلبية، دي مقارنة إيجابية. إن أنت عايز تطور من نفسك وشايف إن الإنسان ده ناجح، لازم تطور من نفسك، لازم تتفرج على فيديوهات، تتعلم مهارات جديدة عشان تبقى واثق من نفسك. والثقة دي ما بتجيش من يوم وليلة. الثقة دي لازم تتعب على نفسك وتعلم نفسك مهارات جديدة وتشتغل على نفسك. مش هتبقى واثق من نفسك. أصل الثقة دي لو أنت واثق من نفسك هتنجح في أي حاجة أنت تدخلها. لو أنت واثق من نفسك في شغلك هتنجح في أي حاجة. والثقة في النفس دي لازما تيجي بالتعلم والتدريب، الاتنين مع بعض. والثقة في النفس دي لازما تبقى أهم حاجة، تبقى كويس مع ربنا. يعني كويس مع ربنا، لازم تصلي، لازم تصوم، لازم تقول الأذكار، لازم. أصل الثقة بالنفس دي، الصلاة والصوم وقراءة القرآن دوت هيجيب لك راحة نفسية. الراحة النفسية لما تجيلك هيبقى عندك ثقة في النفس اللي انت تتعلم حاجة جديدة، ويبقى مودك كويس ومودك يعني تمام وكده. هتتعلم حاجات جديدة وتبقى واثق من نفسك وتدرب من نفسك وتطور من نفسك. الثقة بالنفس دي مفتاح وكنز في حياتك، انت لازم تتعلمه. ما تبقاش خايف، مفيش حاجة في الدنيا تستاهل انت تخاف عشانها. لازم تبقى واثق من نفسك اللي انت تعدي الموقف دوت. موقف عدى عليك أسوأ موقف في حياتك، وقعت، مفيهاش حاجة. علم نفسك وطور من نفسك عشان تقوم أقوى من الأول، عشان تقوم أقوى من الأول. وتطور نفسك يوم عن يوم، عشان الثقة في النفس دي مفيش حد بياخدها بسهولة. في واحد مهزوز، في واحد متوتر، في واحد بيتريقوا عليه ويسيب القعدة ويمشي. بس اللي واثق في نفسه بيرد عليهم، ما بيهموش الانتقادات. يعني انت مثلا ممثل، كان مثلا التمثيل، واحد لو مهزوز وما عندوش ثقة في نفسه زي مثلا محمد رمضان، الناس بتشتمه والناس بتنتقده. كان زمان وما بمثلش واعتزل التمثيل، بس هو واثق من نفسه. والثقة بالنفس دي وصلته إن هو بقى نمبر 1، بقى نمبر 1 في التمثيل وفي الغنى وفي حاجات كتير. يعني محمد رمضان بقى في حتة تانية. الثقة بالنفس دي ده المفتاح اللي هيوصلك في حياتك، وده اللي هيخليك تبقى ناجح في حياتك ومختلف عن الناس كلها. لازم يبقى عندك ثقة في النفس. وهنا خلصت حلقتنا. أتمنى تكون الحلقة عجبتك. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشتراك وانتظر كل جديد. السلام عليكم.